انضمام تريزيجيه وبن رمضان لتدريبات الأهلي قريبا. أكد الإعلامي أمير هشام أن محمود حسن تريزيجيه سينضم لتدريبات الأهلي عقب مباراة فاركو القادمة بالدوري، ويلتقي الأهلي مع فاركو يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثامنة من مرحلة الحسم بالدوري المصري الممتاز. وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية كذلك نفس الأمر بالنسبة لمحمد علي بن رمضان، سوف ينضم للأهلي عقب انتهاء مشواره مع فرينكا فروش الميري اليوم. وأضاف الأهلي سيقوم بإجراءات قياسات بدنية لتريزيجيه وبن رمضان، وسوف يتم تجهيزهما للمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية. تصريحات لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الأسباني. تحدث لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد لجماهير الفريق الملكي في حفل وداعه عقب نهاية مباراة ريال سوسيداد في ختام الدوري الأسباني على ملعب سانتياغو برنابيو. وقال اللاعب: لقد حانت اللحظة التي لم أتمنها أبدا، لقد كانت رحلة طويلة لكنها رائعة. أود أن أشكر النادي والرئيس، كما أود أن أشكر جميع المدربين على مر السنين وزملائي الذين دعموني في هذه المرحلة، وكل من ساعدني طوال هذه الفترة. شكرا جزيلا لكم من أعماق قلبي. كما أود أن أشكر عائلتي، فبدونهم ما كان كل هذا ممكنا. وأضاف: لقد فزنا بالكثير وكانت فترة رائعة، وفزت بالعديد من الألقاب، لكن الأعظم هو المودة والحب الذي منحتموني إياه طوال هذه السنوات. لا أجد كلمات تعبر عن امتنان لكل ما قدمتموه على مر السنين. وتم اصطحاب مودريتش إلى أعلى بواسطة الفريق، وقاموا بجولة شريفة لا تنسى حول ملعب سانتياغو برنابيو، وبرفقة شريكه وأطفاله الثلاثة وزملائه في الفريق قبل أن يغادر الملعب. وخلد تلك اللحظة بصورة عائلية، وصاروا مع أنشيلوتي متشابك الأزرع إلى منتصف الملعب، وهناك استقبلهم ملعب البرنابيو المخصص لاثنين من أساطير بالهتاف. وفي النهاية ما تنساش اللايك والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد، وصلي على النبي.